السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غنصايب كويرات ديال الطاقه مهمين بزاف للوليدات الصغار، خصوصا في هذا الوقت ديال الدراسه. اغلبيه الوليدات ما كيفطروش لينا وكيجيو صراحه مفيدين بزاف ليهم. غيدوزوا لهم داك الصباح تيرجعوا ان شاء الله للغدا. نبداو بالمكونات. عندنا اهم حاجه في هاد المكونات هو التمر. عندي انا زلافه ديال التمر، عندي الكركاع، اللوز، كاوكاو، بيستاج واكاجو. الكركاع واللوز وكاوكاو راه دخلتهم الفران حمرتهم. ماشي ضروري ديروا هاد المكونات اللي غندير، كل واحد يدير اللي عنده في البيت ديالو. وحتى هاد المكونات راه ما غيتقاموش غاليين، راه غير 10 دراهم 10 دراهم راه كافيه. نبداو الطريقه على بركه الله. غادي ناخذ المكونات كاملين ونطحنهم. ما نطحنوهمش بزاف، نخليوهم شويه مهرمشين. صافي دابا نطحنهم ونتلاقاو. بعد ما طحنتهم كيف كتشوفوا بحال هكا، كنخليهم بحال هكا شويه مهرمشين، حيت غنعاود ملي نطحنهم مع التمر غيزيدوا يطحنوا مازال شويه. دابا غادي ندير التمر حتى هو نطحنو شويه ونتلاقاو. ها هو التمر كيف كتشوفوا طحنته. التمر راه الكميه ما كبيراش بزاف، ملي كطحنوه كيولي غير قليل، غير شويه. دابا ما غاديش ندير معاه هادو كامل، غنخوي غير بشويه بشويه وغادي نطحن حتى كيتجمع ليا العناصر مع بعضياتهم. دابا غادي نعاود نطحنو، ما نطحنوش بزاف، غير شويه باش يتجمع التمر مع هاد اللوز ونتلاقاو. بعد ما طحنتو كيف كتشوفوا كيجي بحال هكا، راه كيجي معلك. راه ما درتش داك اللوز والكركاع كامل، درت تقريبا غير النص ديالو. التزيين خليت شويه من داك اللوز والكركاع وداكشي اللي طحنت، خليت منه شويه للتزيين، شويه ديال الكركاع والكوك. نبداو ناخذ هكا كويره راه كتجمع مع التمر بحال هكا هكا. هكا وحده غنخليها غير عاديه، دير فيها بحال هكا كركاعه. المهم التزيين راه كيبقى على حسابكم. غادي ندير الكوك،
هو الشكل النهائي ديال الكرات ديالنا. صراحه كيجيو غزالين، والمذاق اهم نصيحه نعطيكم فيها هي خاص التمر يكون طيب بزاف، يكون معلك، ولا ما كانش التمر معلك زيدوا واحد المعالقه ديال العسل باش كيتجمع لكم مزيان. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. راه حتى حاجه ما كتغلى على الوليدات ديالنا، والمقادير راه غير ما غاليينش، 10 درهم 10 دراهم كافيين غيخرجوا لكم كميه كثيره. بسلام عليكم. الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتمنى اللي ما مشتركش في القناه تشترك، تنساوش تخليو لي التعاليق ديالكم. ان شاء الله غنبداو سلسله ديال الكوتي ديال الوليدات. السلام عليكم.